يبدأ الفصل حيث كان الجميع يتقاتل، وزورو وسانجي كانوا نائمين جراء القتال الدموي. زورو كان عليه ضغط رهيب جدا، حيث أنه تقاتل مع جده غارو في أونيغاشيما، والذي يعتبر بقوة أدميرال على الأقل. وأيضا تقاتل مع كايدو، وأيضا تقاتل في حرب إنقاذ غارب مع آلاف من الجنود البحرية. وبعدها هرب لمدة سنة كاملة مع طاقمه، وكان في تلك الفترة هو القائد والحامي وكل شيء في الطاقم، فكان عليه ضغط رهيب جدا. وفي تلك السنة نفسها تقاتل لمدة طويلة جدا مع القراصنة الهاربين والبحرية أنفسهم. وبعدها تقاتل مع الثور الأخضر، فجسد زورو كان مدمرا بشكل لا يوصف، والتعب نال منه. والمصيبة هي أن ذلك الشيء المرعب الساكن داخله بدأ في النهوض، وحتى حين كان زورو نائما كان يتقاتل مع ذلك الشيء لكي يكبحه. ولكن زورو في الأخير يعد فقط بشري عادي، فمهما كنت قوي فلن تستطيع الصمود لمدة أطول، فاستسلم لتلك القوة الشريرة. ليبدأ جسد زورو بالارتعاد، وبدأت تسمع أصوات سلاسل وهالة مرعبة بدأت تخرج من جسده. يفتح إيمو عينيه وقال لذلك الشخص الغريب: فلتسرع، فذلك الشيء قد استفاق، عليك إنهاؤه، وإن خرجت حيا من قتالي أنا فسآتي لمساندتك. ونفس الأمر ينطبق على الجيروسي، حيث أحسوا بهالة مشؤومة جدا، فقالوا لإيمو: ما هذا الشيء يا مولانا؟ فأجاب إيمو: إنه شيء أكبر منكم ومني، شيء من خارج هذا العالم، ليس عليه أن يتواجد في عالم الأحياء. وفي الدرج توقف لوفي ودراغون وغارب وباريون، فقال لوفي: زورو، ما هذا الشيء المشؤوم؟ ولماذا يوجد بداخله؟ فقال: علي الرجوع إن ذلك الشيء خطير جدا، إنه سيدمر الجميع. فوقف أمام باريون وغارب ودراغون، فقال باريون: أعرف بما تحس، إن ذلك الشيء خطير جدا، ولكن ما يوجد في الأسفل هو أخطر بمراحل مما يوجد في الأعلى. علينا إنهاء هذا يا لوفي. مصير العالم وآلاف سنين من القتال مرهون بك وبهذه المعركة، مرهون بهذه اللحظة. هتترك كل شيء وترجع. وضغط لوفي على شفتيه وتهدم، فقال غار: أوي لوفي، فلتثق برفاقك، فإنهم ليسوا بالضعفاء أبدا. وأيضا هذه حرب، من الضروري أن يكون هنالك خسائر. فقال دراغون: كما قال جده، الحرب دائما يكون فيها خسائر، حتى أنا خسرت الكثير من الرفاق، والآن فقط خسرت رفيقا عزيز أظن أنك تعرفه أيضا، إنه إيفانكوف. فصدم لوفي وقال دراغون: رغم أني خسرته إلا أني لم أتوقف، ليس لأني لا أهتم أو قلبي متحجر، بل لأن الذي هدف علي تحقيقه، وإن لم أحقق فكل تلك التضحيات ستكون بلا فائدة. وأكبر تضحية قمت بها هي أنت يا لوفي. لم أكن موجودا معك طوال هذا الوقت، لقد ألمني ذلك، ولكن كل شيء كان في سبيل هذه اللحظة. هنا لوفي عندما سمع كلام عائلته ورفاقه فهم الوضع، واستدار وأكمل مسيره للأسفل، وتبعه بكل همة خلفائه. أما في الأعلى فآلة زورو كانت تتضخم لدرجة كل الأقوياء في تلك المعركة بدأوا بالإحساس بشيء مرعب ومشؤوم قادم، حتى الطاقم بنفسه أحس بذلك الشعور. فقام زورو وعينه اليسرى مفتوحة، والطاقة التي كانت تخرج منها غير محدودة تقريبا ومشؤومة لأبعد درجة. بدأت تسمع أصوات السلاسل في كل مكان لتخرج هالة زورو السوداء المقيتة، وبدأت هالة تلك الهالة السوداء الشبيهة بالضباب بالانتشار في كل مكان، وكانت لها رائحة إن شممتها ستفكر في شيء واحد. الجميع شممها وأحس بها، الجميع شعر بالرعب، الجميع في وقت واحد عرف ما هو الواقف أمامهم. نعم، إنه الموت. فنطق زورو بكلمات أو بلغة رونية واضح عليها أنها قديمة جدا وغير معروفة وليست من هذا العالم، وفي نفس الوقت كانت مرعبة بشكل لا يصدق، وإن سمعتها تحس بأن قلبك يهتز من الرعب، كأنها سحر أو هلاوس أو طلاسم. فقال: على النهاية بعد البداية،
أو الصفحة الأخيرة في كتاب كل شخص فيكم. أنا الرعب، أنا العذاب، أنا الخوف والظلام، أنا الشينيغامي، أنا هو الموت المحتوم. لم يفهم أحد كلامه، ولكنهم أحسوا وعرفوا ما الذي يعنيه بدون فهم كلمة واحدة. فقال كيزارو: ما خطب هذا الطاقم المشؤوم اللعنة عليهم؟ إنهم وبلا شك أخطر طاقم شاهده هذا البحر منذ نشأته. وبعدها مباشرة نادى سانجي وكأنه عبارة عن زومبي عاد للحياة. كل إصاباته تشافت وتعافت، ورجع شعره للون الأبيض الناصع مع نيران مستعرة بيضاء. وفي الجانب الآخر رونوا زورو مع تلك الهالة السوداء القاتمة والدموية وسلاسل تحسها خارجة من الجحيم. ما هذه المصيبة بحق الجحيم؟ وفجأة تحولت ياماتو لشكل هجين وأطلقت عنان قوتها وهاكيها المرعب. وروبن تحولت نمط الشيطان، وكل أفراد الطاقم استعدوا بكل حذر. بدأ أفراد الطاقم بالقتال بكل قوتهم ضد عدوهم الأوحد. أما في الجهة الأخرى فزورو لم يكن معهم، بل كان يتبع غريزته. اقتل كل ما يتمشى على الأرض، أبد كل ما يتنفس، وقم بامتصاص حياتهم وقوي نفسك. أنا جائع، أنا جد جائع، لم آكل منذ ظهور طويلة. أريد أن أتغدى، أريد أن أشم رائحة الدماء، أريد أن أقتل. اشتقت لتلك النشوة. يحمل زورو سيفه الأسود القاتم ودخل ساحة المعركة، وبدأ في القتل والتدمير بدون أن يميز بين صديق وعدو. سلاشات مرعبة في كل مكان، نيران سوداء مستعرة تخرج من سيفه تدمر كل ما يتنفس. بقية الطاقم لم يهتموا بزورو وما يفعله، فلم يكن لهم الوقت أصلا. العدو قوي جدا ولا مجال للنظر للوراء. هفوة واحدة وستموت، إلا شخص واحد، الوحش الآخر في طاقم قبعة القش، ذا سموك سانجي. الاثنان كانا عبارة عن شيطانان يتقاتلان بدون تفكير، وعند التقاء مسار الشيطانان بدأت مصيبة من نوع آخر. قتال كان محتوم بين زورو وسانجي منذ الأزل. كان زورو يقطع في سانجي كالبصل، ولكن سانجي كان شبه خالد، فكلما تدمر جزء منه تعيد النيران البيضاء إصلاحه. وليس هذا فقط، بل وكان يرجع له هجماته أيضا، ويخلط بين نيرانه السوداء والبيضاء ليعطي هجمات مرعبة في اتجاه زورو. ولكن قوة زورو هنا فاقت الخيال. كان حرفيا هو الآخر شبه خالد، لأنه أصبح يمثل الموت نفسه، فهو في الأخير ملك الجحيم. هنا زورو أحس بالخطر من سانجي، وأحس وكأنه كيان مشابه له، أو هو في الطريق الدموي يصبح مثله. لهذا كان عليه تدبيره. رفع سيفه للسماء، وتجمعت هالة سوداء مرعبة حول ذلك السيف. هنا سانجي تجمد، عرف أنه ينظر للموت نفسه. لا مجال للهروب من هذا السيف الرهيب والمرعب. إنها النهاية. هبط ذلك السيف، والجميع الطاقم أغمضوا عينهم وتقبلوا مصير صديقهم المأتوم. يأتي سيف ضخم آخر وتصدى لسيف زورو. صدمة تلاقي هاكيهما أسقطت ربع الحاضرين. عشرات الآلاف سقطوا فقط من خلال تصادم سيفان. بدا ذلك السيف عملاق، كأنه سيف عملاق في جرف نهاية العالم، والسحب السوداء تدور من حوله. نزل ذلك السيف، ومعها رأى سانجي نهايته. نيرانه البيضاء لن تحميه هذه المرة، سيموت لا محالة. إلى أن أتى شخص آخر أزاح سانجي من المكان ليرسل سيفه العملاق هو الآخر، الذي كان ممزوجا بين هالتين، واحدة حمراء وأخرى صفراء. كانت رائحته مثل الدماء. قال زورو اسم تقنيته: شق السماء. وقال ذلك الشخص اسم حركته: إيصال الدم. كان السيفان مشبعان بطاقتي الهاك الملكي. التقى السيفان لكنهما لم يلمسا بعضهما البعض، فحدث خرق في الزمكان في مكان التقاء سيوفهما. أطلقت موجات من الهاك الملكي كأنها قنبلة نووية بلا نار. السماء فوقهما لم تستطع تحمل قوتهما، فانشقت. الأرض من تحتهما
هي الأخرى أنهكت فتبخرت. الناس من حولهما رعبوا من ذلك المشهد فسقطوا مغشيا عليهم. عشرات الآلاف من الناس لم يستطيعوا التحمل. من كان قريبا منهم تبخر من شدة هالة وضغط تلك الضربة. أطلت في شرح وتفسير ضربتهما، ولكن ذلك المشهد لم يكن بالسهل. تلك الضربة حفرت في تاريخ الكوكب على أنها واحدة من أعظم الضربات في التاريخ أجمع. بعدها كل شخص فيهم تراجع رغما عنه على إثر تلك القوة المخيفة. انصدم الجميع، أو على الأقل من تبقى بكامل وعيه واقف. في الطاقم بقى فقط ياماتو وجيمبي، وبالكاد روبن وفرانكي وبروك. أما نامي وأوسوب فهم غير قادرين على تحمل هذا الضغط وأصبحوا في سابع نوبة. أما من ناحية البحرية فحتى كيزارو نفسه أدميرال العظيم ركع على ركبه. أما الجنود فحديث ولا حرج. نظر الجميع ليجدوا أنها عين الصقر ميهوك. ما الذي يفعله مثل هذا الشخص هنا؟ كيف لها أن يتدخل في صراع مصيري كهذا؟ هل هو في جانب الحكومة أم الثوار أم القراصنة؟ كل هذا الكلام قاله أحد نواب الأدميرالات له. يجيب ميهوك: لست مهتما بصراعكم التافه هذا. أنا لدي هدف واحد، وهو أن لا يعلو سيف على سيفي. وأنا الآن أرى أن هنالك سيفا أصبح مثلي، لا بل تخطاني حتى. لهذا علي تدميره. يختفي ميهوك ويظهر أمام زورو، مسكه من وجهه وطار معه لمكان آخر بعيد عن هذه المعركة الشرسة. في قلعة الماريجوا وصل أخيرا الرباعي مونكي دي لوفي، مونكي دي غار، مونكي دي دراغون، وكيوس دي باريون، ولورد الرعد إنل، أمام الإمبراطور إيموراشي وحماة ملك الظلام الجيروسي بذروعهما الفخمة وفخرهما المطلق. فقالوا: لن يمر أحدكم اليوم ليصل إلى مولانا. فتقدم لوفي، خطى خطوة واحدة ليصبح وراءهم وأمام عرش إيمو، وقال: لا وقت لدي لأضيعه عليكم. صدم الجيروسي من سرعة لوفي المرعبة. التفتوا إليه يجدوا أمامهم غارب ودراغون وباريون وإنل، كانوا كخط دفاع بينهم وبين لوفي. فقال غارب: أين أنتم ذاهبون أيها العجزة؟ فلتأتوا إلي. ليطلق بعدها إنل صاعقة ضخمة عملت مسافة بينهم وبين لوفي وإيمو. في الجانب الآخر بدأ لوفي في صعود الدرج، يتفاجأ بكونه مثل الدرج الذي وجده في قصر التي على القمر. مع كل درجة تتضاعف الجاذبية بالضعف. يبتسم لوفي وقال: هذه الحيل لن تعمل علي. يرفع رجله وضرب الأرض ليتدمر الدرج عن بكرة أبيه، وجعل تلك الضربة كامل القصر يتزلزل ويتزعزع من مكانه. يبتسم إيمو وقال: إذن فقد تخطيت درجة السماء في قصر التي. حسب قوتك الآن فأظن أنك أكملت كل الدرجات. فلم يجب لوفي، وقال بعدها إيمو: لعلمك فأنا أيضا أكملت كل الدرجات ولأنسيتك أيضا. فظهر فجأة في جانب لوفي وهمس في أذنه: أنا من صنع ذلك الدرج. لوفي هنا صدم، حيث أنه يعتبر من أسرع المخلوقات في العالم إن لم يكن أسرعهم. لم يرى تحركات إيمو رغم كونه كان متجهزا لأي هجوم منه. حاول لوفي التراجع، ولكنه وجد لكمة إيمو قد سبق ووصلت إلى معدة لوفي. انطلق مثل الصاروخ وارتطم مع الحائط. سقط لوفي وكله دهشة. نظر إلى الحائط الذي صدم به، يجده سليما بلا أي خدش واحد. مثل تلك الصدمة كانت قادرة على تبخير ذلك الحائط، لا بل حتى تبخير بخاره أيضا. ولكن ذلك الحائط سليم تماما. ما هذا الجدار الأسود بحق الجحيم؟ فنظر لوفي لجدران القصر وأرضيته وسقفه، يجده شديد السواد. فقال: مستحيل. نظر غارب ومن معه إلى لوفي وهم مستغربون، فقالوا: ما هو المستحيل؟ يجيب إيمو: أنا سأجيب. نعم يا لوفي، ما فكرت فيه إنه حقيقي. ذلك الحائط مغلف بالهاكي، لا بل القصر بأكمله غلفته بالهاكي. ليصدم الجميع
واصفرت أوجههم من هول ما سمعوا. أن تغلف نفسك بالهاكي بشكل كامل يعد مهمة صعبة، وأن تغلف سيفا أو سيفين تعد مهمة أصعب بكثير وتحتاج سنوات من التدريب والقتال. ولكن أن تغلف قصرا بهذه الضخامة والعظمة بأكمله، فما نوع القوة التي تمتلكها؟ والمصيبة أنه ليس فقط هاكي تصلب، بل حتى بالهاكي الملكي. القصر بأكمله يعتبر كقنبلة موقوتة من الهاكي الملكي. وللمعلومية، حجم القصر بكل طوابقه يعتبر أكبر من أونيغاشيما بحوالي 20 مرة. عندما أقول أونيغاشيما لا أقصد فقط قصر أونيغاشيما، بل الجزيرة بأكملها. القصر كان ضخما بشكل لا يصدق، وقد تغلف ليس بأي هاكي تصلب عادي، بل أعلى درجات هاكي التصلب، صلابته تقارن بصلابة الألماس، وأيضا أشد أنواع الهاكي الملكي، القريب من الهاكي الإمبراطوري تقريبا. فقال إيمو: لما كل هذه التعبيرات الغبية؟ إن هذا لا شيء. فإن أردنا أن ننهي الأمر بسرعة فعلينا استخدام هذا النوع من التقنيات منذ زمن بعيد جدا. عندما كان يتقاتل شخصان قويان كان عليهما عمل حاجز من الهاكي أو سيدمر المكان من حولهما. يمكن أن تدمر جزر بأكملها فقط ببضع ضربات. أكبر مثال على كمية الدمار هي في الحرب القديمة. فقط حرب واحدة دمرت قارتان وحولتهما فقط لقطع صغيرة، وهي جزر الآن. أظن أنك تعرف ذلك يا باريون. يجيب باريون: بالطبع أعرف، ولكن كان هنالك شخص واحد قادر على عمل حاجز بهذه القوة والضخامة. إنه ملكي السابق. إذن فقد وصلت لمستواه. يبتسم إيمو: وصلت لمستواه؟ بل لقد تعديته منذ زمن طويل، وأنت تعرفني فأنا لا أكذب في مثل هذه الأمور. يبدأ باريون بالتصلب بعرق والتوتر أنه يعرف قوة ملكه السابق جويبوي الأول، فقد كان طاغيا وسط القتال، وتقول أنه قد تخطاه. اللعنة، نحن في خطر محدق. يقف لوفي وبدأ بالضحك بطريقة غريبة وقال: اللعنة يا رجل، لقد أرعبتني بحق. ما هذا؟ أنت قوي جدا. وزادت ضحكات لوفي شيئا فشيء، لتبدأ بعدها تصنع طبول مع نبضات قلب لوفي. فابتسم إيمو وقال: إذن لقد أيقظتها. لقد فهمت الآن. لقد كنت أنت هو المختار، وقد عرف ذلك. لقد كنا نرقص على أنغامهم طيلة هذا الوقت. أولئك الوحوش الأوغاد. روجر، إنك فعلا لخبيث، ولقد عهدت هذا الخبز إلى تلميذك. لهذا السبب أعطاه الفاكهة لتبدأ قوة لوفي تزداد شيئا فشيء. فبدأ بعدها بالرقص كالمجنون. غارب وأنيل ودراغون لم يفهموا شيء، أما الجيروسي وباريون فبدأوا مصدومين. بدأ الهاكي الإمبراطوري في الخروج من لوفي على شكل موجات مع كل ضربة في قلبه، وكل موجة تكون أقوى من سابقتها. يظهر إيمو فوق رأس لوفي وأدخله في الأرض، ولكن الأرض تمططت. فقال إيمو: كما هو متوقع منك أيها الجوي بوي، ولكن للأسف هذه الخداع لن تعمل معي، والهاكي الخاص بي أقوى منك. أطلق إيمو هاكي الإمبراطوري لتتوقف الأرض عن التمطط، وتأثر لوفي بتلك الضربة، ولكن وفي لمح البصر أصبح إيمو في الأرض، ولوفي يمسك برأسه وحشره داخل الأرض. ما الذي حدث هنا بحق الجحيم؟ هل تبادلت أدوار؟ لم أكن أعرف أنك تمتلك قدرة كتلك. فابتسم وقال: هل طورت من فكاتك أيها الملعون نيكا؟ فابتسم لوفي وقال: أنت لم ترى شيئا بعد أيها العجوز الملعون، سأريك ما لم تره في حياتك. فقال إيمو: إذن علي أن أكون جادا قليلا. فخذ إصبعه ووجهه إلى جبهة لوفي ليصرخ غارب: لا، فلتهرب يا لوفي. يتراجع لوفي بسرعة الصوت إلى الخلف، فوقف لوفي وهو يتعرق وكأنه كان سيموت حرفيا. كل اهتمامه كان منصبا حول إصبع إيمو. وقال لوفي: لو لمسني ذلك الإصبع لتبخرت. فابتسم إيمو ابتسامة كلها خبث وقال: لم ترى شيء. وانطلق في اتجاه لوفي. فانطلق في اتجاه لوفي الذي كان مرعوب، ولكنه سرعان ما رجع لحالته الطبيعية وبدأ في الضحك من جديد. فقال: يا رجل، أنت ترعبني أكثر من جدي. في الجهة الأخرى
كان قتال غارب ودراغون وباريون وأنيل ضد الجيروسي في أبوابه، فانتقل أسرع اثنان من صفوف الدي لهم دراغون وأنيل بسرعة مخيفة، ووجهوا ضربة مشتركة وسريعة لزعزعة صفوف الجيروسي. ولكن للأسف ففي صفوف الجيروسي كان هنالك 3 محاربين دفاعيين، دفاعهم كان لا يخترق أبدا، فتم صد هجومهم بكل سهولة. ليخرج من ورائهم محاربان من الجيروسي كانوا مختصين في الهجوم. يرسل هجوما على دراغون وأنيل، حاول أخيرا صد الهجوم ولكنه كان مرعبا وقوي بشكل لا يوصف، مغلف بأقوى أنواع هاك ملكي وهاك التسلق، فأرسلهما محلقا للوراء. وأثناء كل هذا كان غارب وباريون في الخلف. يجد أن هنالك محاربا آخر من الجيروسي استغل تركيزهما في المعركة في الأمام وانسلوا من ورائهما، يفاجئهما بهجوم ساحق من الخلف. أرسلهم محلقين في اتجاه المحاربين في الأمام الذين كانوا ينتظرون قدومهم، يعطيهم للمرة الثانية هجوم آخر شتتهم، وأرسل كل واحد منهم لمكان آخر. في ظرف دقيقة واحدة تم عمل هجوم مشترك ومنظم من طرف الجيروسي، كان قادر على هزيمة أعزل الأعداء مهما كان عددهم، وهذا يبين كمية الانسجام بينهم والخبرة الطويلة في الحرب التي كانوا يمتلكونها. وأيضا محارب الدي هذا اختصار لغارب وباريون ودراغون وأنيل، يعني لكي لا أعيد قول أسمائهم كل مرة. المهم محاربو الدي استخفوا بهم عندما رأوا لوفي تخطاهم بكل سهولة، فظنوا أنهم ليسوا بالأشخاص الخطيرين بشدة وأنهم فقط بضعة عجائز قدماء. اجتمع محاربو الجيروسي من جديد ونظموا تشكيلتهم القوية والمرعبة، مستعدين لأي هجوم مفاجئ من اللامكان. وفي الخارج ظهر جسد أكاينو الذي كان مغمى عليه جراء هزيمته النكراء ضد دراغون. فظهر ماضي أكاينو الأسود الذي جعله يكره القراصنة، الذي جعله يكره الفوضى، الذي جعله يكره أي شيء يخل بالنظام. عندما كان أكاينو صغير كان يعيش في عائلة محافظة تعيش حياة عادية في مجتمع محافظ ومسالم يتبع النظام بلا أي مشاكل. كل شخص في تلك البلاد يعمل كل ما عليه بلا أي زيادة أو نقصان بالمرة، وكان أكاينو مثال حي على ذلك. ولد مواظب وشغوف ولديه أحلام كبيرة، وكان قدوته في الحياة هو والده، أحد ضباط البحرية الذي كان مكلفا بحماية مملكته وأقليمه. فكان والده شخصا جدي وشغوف بعمله، وأكاينو كان ذلك هو مثاله الأعلى. ولكن في أحد الأيام أتى بعض من القراصنة ونسوا على ضفاف قرية أكاينو. في تلك الأثناء كان أكاينو يدرس، والمدرسة كانت بعيدة عن بيته، وهو في الدرس بدأت تسمع أصوات صراخ وانفجارات والتطام سيوف في كل أرجاء القرية. وفجأة دخل عليهم أحد القراصنة وقام بإعلام الأطفال لكي يخرجوا، أما هو فذهب في اتجاه المعلمة وبدأ في التحرش بها وخلع ملابسها لكي يغتصبها أمام التلاميذ. ولكنه لم يكن يعرف أن ابن ضابط مرموق من البحرية موجود هناك، والذي كان مدربا منذ نعومة أظافره. ينقض عليه أكاينو ودمره من شدة الضرب إلى أن أغمي على ذلك القرصان، وبعدها أخرج الجميع من الصف في أمان. وعندما خرج صدم مما رأى. الجزيرة أصبحت في لحظات بحرا من النيران والجثث. لم يحس أكاينو بنفسه إلا وجرى بأعلى سرعته إلى بيته لكي يطمئن على والده ووالدته وأخته. وفي الطريق كان يرى الوحشية كما لم يرها من قبل: قتل، ضرب، هدم، حرق واغتصاب، كل ما هو متوحش. وعندما وصل إلى بيته صدم أكاينو وسقط على الأرض من شدة رعبه وصدمته. كان المشهد موحشا بكل ما تعنيه الكلمة بالمعنى. والده الذي كان مسروقا ويديه مقطوعتان ورجليه أيضا، وسيفه المقدس لدى عائلة ساكازوكي كان مغروسا في صدره. أما أمه وأخته فكانوا عراة، ومن الواضح أنهم تم اغتصابهم مرارا وتكرارا، وذلك كان واضح من خلال كمية الرجال العراة في المكان وملابسهم الممزقة والمنتشرة في أرجاء البيت. كانت طريقة قتل أمه وأخته موحشة أكثر، حيث أنه تم غرس رمح في فرجهم وخرج من أفواههم، وتم قطع ثديهم
وإزالته من مكانه. التفت أكاينو على صوت شخص قريب منه ومخيف بشكل كبير. التفت، ولكن عقله كان يقول له: لا تلتفت، لا تلتفت يا أكاينو. ولكنه التفت، ويا ليته لم يلتفت. فتلك كانت هي الضربة القاضية له. الفتاة التي كان يحبها أكثر من أي شخص كان يتم اغتصابها أمام وجهه بكل عنف ووحشية، وهي كانت تنظر له بنظرات كلها رعب وخوف وخجل، وكانت تمد يدها له، ولكنه لم يستطع إمساكها، بل وقف فقط يتفرج عليها من شدة الصدمة. بعدما انتهوا من فعلتهم الشنيعة قالوا أنهم سيحتفظون بها كلعبة في سفينتهم، كلما احتاجوا لها سيقومون بتعرفون ماذا. ولكنها أمسكت بأقرب قطعة من الزجاج ونحرت عنقها من الأذن إلى الأذن الأخرى، وعينيها كانتا موجهتان إلى ساكازوكي أكاينو بكل رعب. فصرخ أكاينو بكل قوته من شدة الحقد والغل الذي يملأ قلبه، الحسرة التي أحرقت قلبه وفؤاده. آخر عرق من الإنسانية التي كانت لديه ماتت مع موت حبيبته، ومع تلك الصرخة في حلمه استفاق معها في الواقع، ورجع أكاينو لوعيه، وكأنه رجع بالزمن لطفولته. ذلك اليوم المشؤوم، نفس الغضب الذي أحس به ذلك اليوم أحس به الآن بشكل مضاعف، بعدما سقط على يد شخص مخرب للنظام، بعدما سقط على يد الشخص الذي خانه وخان العدالة. فسمع انفجار مهول على سطح الريد لاين، لدرجة أن إيمو ولوفي والكل أحس به. كان وكأنه حرفيا قنبلة نووية هي الأخرى، وظهر بركان ضخم من العدم، وبدأت النيران والحمم والنيازك تتطاير منه، والسحب الركامية والبرق تجمع فوق ذلك البركان الضخم. تسمع صرخة من قلب ذلك البركان: سأبيد كل من يخالف العدالة، سأحرق كل من يكسر النظام ويسبب الفوضى. لن أسمح لكم يا عتالة البحار بأن تفعلوا ما تريدون في العالم. كان ذلك إيقاظ فجأة أكاينو. البركان حارق السماء. بدأ الجراند لاين بالتزلزل بشدة، والمصيبة الأعظم بدأ الجراند لاين بالتشقق والتحطم، وجميع البراكين في العالم نشطت وبدأت في تفجير حممها وإخراج نيازكها. حتى البراكين تحت الأرض نشطت، وبدأت درجات حرارة البحار بالزيادة بشكل مهول. آلاف من المخلوقات البحرية ماتت من فرط الحرارة. بعد دقائق قليلة جميع من في الأرض أحس بتغيير كبير في المناخ. لعنة، ما هذه القوة المرعبة! وفي نفس الوقت ظهرت جذور عملاقة الأصغر فيها بحجم 300 متر، وغرست في وسط البركان، وبدأت في استمداد قوتها من اللافا البركانية، وأصبحت أقوى مما كانت عليه. فهناك بعض من الجذور وصل ارتفاعها ل 800 متر كامل، وظهرت غابة كبيرة جدا من الجذور، وكانت تلك تفعيل فاكهة الحياة. الغابة المشغولة. ظهر الثور الأخضر فوق أحد الجذور العملاقة وقال: لقد وصلتني رسالتك أيها القائد أكاينو، فلندمرهم عن بكرة أبيهم. وفوق البركان ظهر الضوء ضخم على شكل نجمة عملاقة بدأت في إطلاق طلقات ضوئية قوية جدا، إن لمستك ستبيدك عن بكرة أبيك. وكانت تلك إيقاظ فاكهة الضوء. الصباح الأخير. وظهر عين وسط تلك النجمة، وكان ذلك كيزارو، فقال: يبدو أنك متحمس لأكاينو-سان، إذن فقد حان الوقت لإنهاء الأمر أخيرا. ولم يلبثوا طويلا حتى أحسوا بضغط رهيب من الجاذبية، كأن السماء ستسقط عليهم. يسمع خطوات أقدام وشخص يرسل تراتيل غير مفهومة. يظهر فوجيتورا وقال: لم أركم منذ مدة يا زملائي، رغم أني لا أتوافق معكم في بعض مفاهيم الحياة، ولكن هدفنا واحد: زيادة القانون في العالم. أخرج سيفه وقطع الهواء ليحدث خرق في الزمكان، وظهر ثقب أسود. قام بعدها بإدخال سيفه في ذلك الثقب، يتغلف سيفه بذلك الثقب الأسود، وأصبحت هالة سحب سيفه مرعبة، وقطع من جديد الهواء ليحدث شرخ جديد. ولكن هذه المرة لم يكن يسحب مثل الثقب الأسود، بل كان يدفع كل شيء مهيد. أدخل سيفه هناك
من جديد لتغلف تلك الهالة السيف من جديد، وأصبح للسيف نصفان، نصف في هالة الجذب والنصف الآخر في هالة الدفع، أعظم قوة في الكون الملموس. قوة الدفع والجذب. لدى شخص واحد كان ذلك إيقاد فاكهة فوجيتورا. اجتمع رباعي البحرية الأقوى مرعب البحر بقوتهم مجتمعة، فلا أبالغ في قول أنهم أصبحوا أقوى كيان في هذه الحرب إلى الآن. فقال فوجيتورا والثور الأخضر: لدينا شرط واحد يا أكايدو، تدمير حتى جنود حكومة العالم، إبادة أولئك الشياطين الملاهي، وبناء حكومة وبحرية جديدة ونزيهة همها الأوحد هو العدالة ولا شيء غيرها. فصرخ أكايدو الذي أصبح البركان العملاق بحد ذاته: وهل طلبك يحتاج للمراجعة أصلا؟ فلتبيدوا جميعا ذكر أبيهم ونبني عالما جديد. كانت تلك علامة على إعطاء جميع الأدميرالات الموافقة على الإبادة الجماعية. فبدأت المرحلة الرابعة من الحرب، حرب أظهرت الوحوش داخل كل شخص، الحرب التي ستدمر العالم وستبنيه من جديد. لا أحد يعرف ما مصير العالم الآن، لا أحد يعرف ما الذي سيحدث بعد دقيقة. كل شيء ممكن، لأنها حرب الراغناروك، حرب الملوك. القتال بين أدميرالات البحرية ضد جنود حكومة العالم والجيش الثوري أو ما تبقى منه على الأقل، وجيش الجيرما وجيش الدي القادم من القمر، وأخيرا طاقم قبعة القش. كانت تشكيلة أدميرالات البحرية متجانسة وكاملة، وبالخصوص مرعبة بشكل لا يصدق. أكاينو مع تفعيل فاكهته هي أصبح بركان حارق لكل أشكال الحياة، والثور الأخضر الذي أصبح غابة ضخمة تتغذى على كل أشكال الحياة، وكيزارو الذي أصبح نجما بالمعنى الحرفي الذي يبخر كل أشكال الحياة، وآخرهم فوجيتورا الذي دمر مفهوم قوانين الفيزياء بفاكهته، حيث أصبح كل شيء مشوه ومعوج. نيازك تسقط من السماء وناس تحلق في السماء. تارة يكبر ضغط الجاذبية في الهواء بحيث يصبح فقط التنفس كحمل جبل فوق ظهرك، وتارة تجد نفسك محلقا لعشرات الأمتار بعيدا عن الأرض. كانت ساحة المعركة في فوضى تامة، لم تعد لكل تلك الجيوش أي استراتيجية محددة، كانت هناك فقط فكرة واحدة: انجو بحياتك أو ستموت عن طريق قوة الطبيعة المتمثلة في أدميرالة البحرية وإيقاد فواكههم المرعب. في الأعلى كان كيزارو يطلق تقنيته المسماة بالصباح الأخير على شكل عشرات الآلاف من الطلقات في الثانية بشكل متتالي بدون توقف. يرى في السماء وميض صغير أبيض ولكنه مشع أكثر منه الذي أصبح نجما حرفيا. تمعن كيزارو فيه بشكل مطول ليتبين ماهيته، ولكنه صدم عندما اختفى بسرعة خارقة، وبعدها ظهر من جديد أمامه في لحظة واحدة ليتبين أنه سانجي واقفا في الهواء مع شعر أبيض وعينان حمراوتان، والأغرب هم جناحان في ظهره أعطته مظهرا مهيبا وغريب. وقال هو وهو يدخن سيجارته بكل برودة: يا رجل، إن ضوءك يعميني، ولتنطفئ من أجلي. لتأتي ركلة خاطفة من رجل سانجي أسقطت ذلك النجم العملاق كأنه شهاب يسقط من السماء. سقط كيزارو إلى الأرض وتبخر مكان سقوطه، فذلك طبيعي، فنحن نتكلم عن نجم مصغر سقط على أرض المعركة. حاول باقي الأدميرالات التدخل والقضاء على سانجي، أرسل كل منهم وتجهز لإرسال هجوم ماحق لتبخير سانجي من الوجود، ولكن للمرة الثانية رفع سانجي رأسه وأفرد جناحيه، ووصلت اللحظة المنتظرة. أطلق سانجي هاكيه الملكي للمرة الأولى، ويا له من هاكي ملكي مرعب. ونطق والده في نفس اللحظة، وتزامنا مع إطلاق سانجي لهاكيه: إنه هو، نعم، كما تخيلته تماما، إنه تجسيد للوسيفر الملك الساقط. يركع على الأرض مع كل الحاضرين، جنود وجيوش، أعداء وحلفاء، كلهم ركعوا وصدموا وانذهلوا من شكل سانجي الجديد وهاكيه الغريب جدا. لم يكن عنيفا وطاغي مثل هاكي لوفي وزورو، ولكنه كان قوي بطريقته الخاصة، يجبرك على الركوع والخضوع بلا أن تحس أو تشعر. هاكي سانجي لم يكن على شكل شرارات، بل كان على شكل موجات مثل موجات ضربة سينغوكو في المارين فورد. ورأيت ذلك الهجوم
تم إبطال جميع هجمات الأدميرالات مجتمعة معا ورجعتهم للخلف رغما عنهم. تشتت هجوم الأدميرالات ولكن لم يدم ذلك لفترة طويلة، فبعدها مباشرة أتت صرخة أكاينو المدوية التي زعزعت الجميع، فقال غاضبا: لا تغتر بنفسك يا ابن العاهرة، اليوم ستدمر أنت وسلالتك، اليوم ستباد بلا رجعة. أخرج نيازك من بركانه المستعر في اتجاه سانجي، ورفع سانجي كفه في اتجاه النيازك لتنطفئ، وتحولت لبخار ساقطة على الأرض تحت صدمة واستغراب الجميع، وبالخصوص أكاينو الذي لم يعرف ما الذي حدث. مئات من النيازك الحارقة، الواحد منها قادر على إبادة 100 شخص، تبخر حتى قبل أن يصل لهدفه. وتلك في الحقيقة كانت قدرة عشيرة كينغ والمسماة ببركة الإله نيكا، حيث النار لا تستطيع التأثير على أصحاب تلك العشيرة الأسطورية، وهنا سانجي يمتلك جيناتها شخصيا، وليس ذلك فقط بل جينات معدلة بشكل كبير جدا، وخذت وقتا طويل في الأبحاث حتى أنتجت لنا النسخة الحالية من سانجي، أقوى تجربة في تاريخ التجارب البشرية على الإطلاق. هنا حاول باقي الأدميرالات التدخل المرة الثانية بشكل جدي، ولكن هذه المرة تدخلت طاقم قبعة القش وقادت الجيش الثوري وجيش الدي العظيم. في الأسفل كان جيش الدي قد دمر جيش حكومة العالم بشكل خارق، وساهم في علاج العديد من الحلفاء، وذلك بسبب تقنياتهم المتطورة للغاية. وعند انتهائهم من كل ذلك توجهوا صوب الأدميرالات وركزوا بالخصوص على أكاينو الذي كانت قوته مدمرة للطرفين. رغم كون أكاينو أدميرال مهيب، ولكننا هنا نتكلم عن جيش الدي المهيب بكل عتاده المتطور، فقاموا بتوجيه سفنهم الحربية صوب بركان أكاينو. فقام القائد العام للأسطول والمسمى ببروميثيوس برفع يده، وتلك كانت دلالة لكل الجيش والسفن الحربية للاستعداد. فبدأت الطبول تضرب على نفس ونغمة طبول الجوي بوي، ليخفض يده وصرخ بأعلى صوته: هجوم! يطلق كل الجيوش والسفن طلقاتهم وصواريخهم وأوتادهم صوب البركان الثائر أكاينو، ولكن للأسف فبصرخة واحدة من أكاينو أطلقت موجة حارة وحارقة بخرت كل ما يحيط به ب500 متر، فتبخرت كل الطلقات في ثانية واحدة. يضحك أكاينو بأعلى صوته ساخرا منهم، ولكن جيش الدي هنا لم يبدي أي ردة فعل، وهذا ما شكك أكاينو أغلب الأدميرالات في ردة فعلهم الغريبة والفاترة. يقول بروميثيوس: كنا نحاول تأجيل استخدام هذا السلاح فقط للحظات حرجة، ولكن أظن أن وقته قد حان، فإن تركناك أكثر من ذلك فقد تسبب مصيبة، رغم أنك سببتها بالفعل. يشرح بروميثيوس التشكيل السابع: ينسحب كل الجنود، وظهرت 7 سفن ضخمة للغاية طافية في السماء. في مقدمة كل سفينة يوجد مدفع ضخم للغاية، يأمرهم بروميثيوس من جديد ليقوموا بإطلاق بشكل متزامن. وتلك الطلقات لم تكن بالشيء العادي، بل كانت أوتادا ضخمة من الكايروسكي لتنزل 7 أوتاد ضخمة في جوانب بركان أكاينو، وبعدها أطلق شرارة الهاكي فيما بينها ليصرخ أكاينو بكل ما عنده. حاول أكاينو التحرر من تلك الأوتاد وذلك الهاكي الطاغي، ولكنه لم يكن قادر على ذلك. أطلق هجمات متتالية ولكنها لم تخرج من حدود المرسومة من الأوتاد. لنعرف بعدها من القائد بروميثيوس أن تلك الأوتاد هي عبارة عن ختم ضخم ومرعب يوضع في تلك الحالات مثل حالة أكاينو، يوضع لكل وحش ضخم غير قادر على التحكم في قوته. يقول بروميثيوس: تلوى كما تريد، أطلق هجماتك كما تريد، لن تكون قادرا على الخروج من السجن السماوي. كل من يوضع في هذا الختم لا يخرج إلا بأوامر الجوي بوي شخصيا، وإن أرادك أن تبقى إلى الأبد فلن تخرجها أبدا. تلوى هناك واندم على كل خطاياك، عدالتك المشوهة وغضبك سنطفئهم اليوم. وانتقلت الأحداث إلى مكان آخر في الحرب، حيث نرى أن ياماتو اتجهت صوب الثور الأخضر وبدأت في ضربه بهراوتها. كلما أرسل الثور الأخضر هجماته من الجذور الضخمة تنسفهم ياماتو بضربة واحدة من هراوتها المغلفة بهاكيها الملكي الأسطوري. وفي الجانب الآخر رأينا فوجيتورا يثير الخراب والفساد في كل ما يلحقه وكل من يقترب منه. فكما ذكرت، قوانين الفيزياء حول الجاذبية
والتبات وكل شيء تم تخريبه من طرف فاكهته. ولكن المصيبة هي أن أعداءه هم جيش الدي العظيم، فتكافل كل من جيمبي وجيش الجيرما وجيش الدي محاوطين فوجيتورا ويطلقون عليه كل ما كان في أيديهم، طلقات، قذائف، ضربات، كل ما هو موجود. وهذا ما شكل ضغط كبير على فوجيتورا، لأنه كان يستخدم قدرته بشكل كبير جدا بدون توقف، وهذا ما ضغط على جسد فوجيتورا بشكل كبير جدا، بحيث أصبح يلاحظ أنه لم يكن قادرا على استخدام هجومه بالقوة نفسها مثل البداية. وفجأة هجم جينبي عليه واستطاع الوصول إلى أمامه، فضربه جينبي عن طريق قدرة اليوجين كاراتيه، يرسيه محلقا لمسافة طويلة للخلف. وهنا ركع فوجيتورا وبدأت الدماء تخرج من أنفه وعينيه. هنا عرف فوجيتورا أن وقته قد انتهى وعليه بالانسحاب، وإلا إن استمر في تفعيل قدرته فالموت مصيره لا محالة. هذا كما سينطبق على شخص عادي، ولكن هنا نتكلم عن أدميرال عظيم مثل فوجيتورا، فهو شخص لن يستسلم بهذه السهولة. فقال: إن كنت سأموت هنا اليوم فعلى الأقل سأخذكم معي. ليستل سيفه وغرس في الجراند لاين لتنزل موجة ضغط رهيبة جدا على سطح الأرض، جعلت جميع الموجودين يركعون على الأرض بدون إرادتهم تحت سخط قوة ذلك الضغط المهيب. هنا فهم الجميع أن فوجيتورا كان يريد إسقاط الجراند لاين، ومهما كانت قوتك فإن سقطت من ذلك الارتفاع فالموت مصيرك لا محالة. كان الجميع يترجى فوجيتورا بأن يتوقف، ولكن فوجيتورا كان قد مات بالفعل، وإرادته فقط من كانت تستمر في تفعيل قدرته. بدأ الجراند لاين في التشقق شيئا فشيء، وبدأت تفن الدي الطافية في السماء بالسقوط الواحدة والأخرى، والختم الموجود على أكاينو بدأ في التزلزل والتحرك رويدا. وفجأة صدم الجميع. ظهرت لقطة لم يكن أحد يتخيلها ولم يجد لها أحد تفسير. فجأة سقط رأس فوجيتورا من مكانه وخف الضغط ولم يفهم أحد شيء. عندما رأوا رأس فوجيتورا ساقطا في الأرض بعدما كان سيحطم الريد لاين، خف الضغط الذي كان فوقهم ونهض الجميع من أماكنهم بعدما كانوا مضغوطين مع الأرض. يلتفتوا ويجدوا أن بروك هو من قطع رأس فوجيتورا بسرعة خاطفة جدا في غفلة منه، ولكن مع ذلك فبروك سقط على الأرض وعدد كبير من عظامه قد تم كسره، وذلك طبيعي، فإن قتلت أدميرال عظيم فعليك تحمل أعباء ذلك. فلمن لم يفهم، فوجيتورا عندما عرف أنها النهاية قرر أن يموت شامخا ويأخذ أكبر عدد ممكن، أو حتى إن استطاع أن يقتل الجميع. فجمع كل قوة الجانبية لديه في سيفه وغرسه في الريد لاين على أمل أن يسقط بما فيه وما عليه. وكان فوجيتورا في تلك اللحظة شبيها بالثقب الأسود يجمع الجاذبية من حوله، والجاذبية أصبحت قاتلة جدا ولن يكون أحد قادر على التحمل. ولكن نحن هنا لدينا بروك، هيكل عظمي خفيف جدا من ناحية الوزن وسريع جدا في السرعة وفي نفس الوقت قوي جدا. فلاحظ بروك أن تلك اللحظة هي اللحظة المناسبة لتألقه وتدخله، رغم أنه كان يعرف أنه قد يموت، ولكن بعد ذلك فإن لم يتدخل فسيموت هو والجميع. ولهذا فجمع بروك كل ذرة من القوة لديه وانطلق كالشبح بسرعة خارقة وغير مرئية، وقطع رأس فوجيتورا بكل خفة وبرود. فسقط بروك على إثر تلك الصدمة مغشيا عليه بعد أن أنقذ حياة الجميع. ذهبت نامي وأسوب روبن لتفقده ومعرفة ما أصابه. نجد أن الضرر لم يكن بذلك الشيء الكبير للغاية، بعض من الكسور في عظامه، وتضرر جزء من روحه على إثر الصدمة، وسيتعافى إن أخذ قسطا من الراحة. سنهد الجميع بعدما كانوا سيموتون من الخوف، خوفا من أن يموت هو الآخر مثل تشوبر في حرب أونيغاشيما. تنفس الجميع السعداء، ولكن مع ذلك بدأت نامي في البكاء وحزن الجميع، لأنهم تذكروا أنه لو كان تشوبر حي لانطلق بكل سرعة قبل الجميع وبدأ في علاجه على الفور. ولكن الآن فتشوبر قد مات بالفعل، وطاقم قبعة القش لا يمتلك طبيب بعد الآن. يأخذها الطاقم إلى معالجي جيش الدي الذي فور ما رأوه وفروا له رعاية طبية خاصة جدا لسببين. الأول هو طب بطبيعة الحال لأنه هو البطل
الذي أنقذ حياة جميع الحاضرين بل فيهم جيش الدي أنفسهم. والسبب الثاني والأهم وهو أنه فرد من طاقم ملكهم ومولاهم الجوي بوي قبعة القش لوفي. أخبرهم أحد الطاقم الطبي بأن بروك الآن في أيدي أمينة وما عليهم سوى الاستمرار في الحرب بكل طمأنينة. والحرب في الساحة كانت في أبواب نهايتها. أدميرالات البحرية كانوا يلفظون أنفاسهم الأخيرة. وجيتورا ثقل، أكاينو مختوم، ومع كل دقيقة تمر يفقد قوته. إيزارو كان تحت رحمة سانجي، والثور الأخضر كان تحت رحمة ياماتو وفرانكي من بعيد. كانت ياماتو تهجم على الثور الأخضر بشكل مباشر، بينما فرانكي كان عبارة عن مدفع بعيد المدى يدمر كل الجذور المحددة في راداره. وخلفه جيش الدي يدعم فرانكي عن طريق تدمير الجذور، وذلك لإنهاك الثور الأخضر واستنزاف قوته. وأهم شيء هو التقليل من الخسائر والدمار. وكان ذلك أهم دعم لياماتو. وياماتو في الأمام كانت قد بدأت تحس بنزول قوة الثور الأخضر شيئا فشيء، وذلك بعدما تم ختم بركان أكاينو وتم قطع مخزون الحمم الذي كان يغذي جذور غابة الثور الأخضر. لتغتنم ياماتو الفرصة وبدأت بالهجوم بكل ما لديها، وأخيرا بدأت تستخدم ضرباتها بالهاك الملكي بينما كانت تخزن استخدامه للوقت المناسب. وبعد استخدام ياماتو لهاكها الملكي بدأت كل ضربة من ضرباتها تدمر ربع الجذور الموجودة. سالت ضرباتها وأصبحت أسرع وأسرع. كلما حاول الثور الأخضر الهجوم تأتيه قذائف من عند فرانكي ومن معه، وحتى بدون فرانكي فقط ضربات ياماتو كانت كفيلة بتدمير هجومه ودفاعه بشكل كامل. تراجعت ياماتو وتراجع الثور الأخضر. أمرت ياماتو فرانكي ومن معه بالتوقف، ففهموا أن هذا هو الهجوم الأخير لكليهما. نظر الثور الأخضر لأكاينو وابتسم، فأكاينو كان هو بطله وقدوته. بعدها نظر إلى أحد جنود البحرية الميت والغارق في الدماء. في ظهره كانت بقعة واحدة هي النظيفة والغير ملطخة بالدماء والطين. كانت تلك البقعة مكتوب عليها عذالة. ابتسم الثور الأخضر من جديد ونظر لياماتو بكل جدية، وياماتو أحست بالخطر، ولكن مع ذلك لم تتراجع أبدا. ضغطت على هراوتها بكل قوتها وجمعت كل هاكيها الملكي وتحولت لطور الهجين، معلنة بذلك أنها مستعدة تماما. يطلق الثور الأخضر هالته القاتلة ونهض 1000 جذر عملاق ومغلف بالهاكي من الأرض، ومعه ظهر شخص عملاق من الخشب كان مفتول عضلات وقوي. ذهل الجميع من ذلك المشهد المهيب. يطلق كل هجماته في اتجاه ياماتو، وكان أولهم هي لكمة ذلك العملاق. كان في حجم بيكا من عائلة دوفلامينكو. كانت لكمة واحدة قادمة منتجة ضغطا لا يمكن تصوره أبدا. تنطلق ياماتو في اتجاه ذلك التمثال الضخم لتضربه بهراوتها بكل ما لديها من قوة وسرعة ممكنة. ينسف ذلك العملاق وتفتت بشكل كامل. أثرت تلك الصدمة ضرب كل الريد لاين، ولكن هذه المرة لم يسقط أحد من ضغط الهاك الملكي. أنها أصلا لم يبقى إلا النخبة على سطح المعركة، وما تبقى إما أموات أو مغشية عليهم. نزلت ياماتو إلى الأرض ولكنها بقت مستغربة وقلقة رغم فوزها، فقالت وهي تنظر في اتجاه الثور الأخضر: أين هو الهجوم التالي؟ هجوم الجذور. لتجد أن الثور الأخضر يبتسم لتنطلق بسرعة في اتجاهه. وصلت أمامه ورفعت هراوتها للسماء، ولكنها صدمت عندما رأت أن الثور الأخضر لم يكن ينظر إليها أصلا، بل كان ينظر في اتجاه أكاينو. ترك نفسه بلا حماية وأرسل هجومها الثاني في اتجاه الأوتاد الخاتمة لأكاينو ليضرب 1000 جدر المغلف بأقوى أنواع الهاكي تصلب الأوتاد السبعة التي كانت بالفعل متضررة من هجوم فوجيتورا الأخير. ومع إضافة هجوم الثور الأخضر لم تكن الأوتاد السبعة قادرة على التحمل بعد الآن. لتحين اللحظة أخيرا سقطت الأوتاد السبعة تحت صدمة بروميثيوس، وأخيرا تم فك ختم أكاينو. صرخ أكاينو بأعلى صوته وأطلقت موجة صدم مخيفة كانت كأنها انفجار نووي لتقذف تلك ال7 أوتاد، وضربت ال7 سفن التي كانت محلقة في الجو تدمرها وتقتل من عليها. ينظر أكاينو في اتجاه الثور الأخضر في الجذور الميتين. واحد تم قطع رأسه والآخر تم تفتيت رأسه بهراوة. ينفجر أكاينو من الغضب قائلا: اليوم
لن أموت قبل أن آخذكم معي. وقبل حتى أن يكمل كلامه سمع بصوت عال عمل صدى في الساحة بأكملها: يد النار. لتسقط لكمة عملاقة من النار آتية من السماء إلى الأرض، وكانت تلك اللكمة أكبر من البركان نفسه، تسقط عليه وعملت انفجار ضخم ومدوي. يرجع أكاينو لحالته البشرية، وظهر أمامه صابو وعينيه حمراوتين من الغضب. واصمت عليك اللعنة، لقد أزعجتنا بصراخك كالعاهرة، فقد مت واتبع كلابك إلى الجحيم. وأنا ما نسيت ولا ذلك. وطلب من الجميع التراشق، إن ما سيحدث الآن سيكون مدمر للجميع. وأيضا فصابو كان يتحرك شوقا للانتقام لأخيه إل، وأقسم أنه ما سيقتله بيديه وسيحرقه كما أحرق قلبه وفؤاده. وفي الجانب الآخر كان أكاينو مدمرا جسديا ونفسيا، رغم أنه كان مصابا بشدة، ولكن ذلك لا يعني أن على صابو أن يتعاون في قتاله. فبعد كل شيء أكثر شخص عليك أن تخاف منه هو الشخص الذي لم يبقى لديه شيء يخسره، شخص يعرف أن الموت هو مصيره. لهذا سيواجهه بكل شجاعة، وسيحاول أن يأخذ معه أكبر عدد من الأعداء إلى الآخرة. أكبر مثال رأيناه في نفس المعركة فوجيتورا والثور الأخضر، رغم كونهم أموات إلا أنهم سببوا ضررا لا يمكن قياسه. رفع أكاينو رأسه وهو يلهج وكله إصابات خطيرة، ونظر إلى صابو وقال: دعنا لا نطيل هذا لوقت أكثر من ذلك. يقول بصوت عال وصاف وقوي وكله عزة نفس، وحتى وهو يحتضر: آزارو الكلب حارس العدالة. لظهر كلب ضخم بعينين حمراوتان مشتعلتان تعكس القوة والشجاعة والعدل. يطلق هجمته الأخيرة، ويا لها من هجمة تحرق الأخضر واليابس، تحرق كل شيء موجود أمامها. وفي الجانب الآخر رفع صابو رأسه وغلف نفسه بأقوى أنواعها كتصلب الموجود، وفعل فاكهته. اسم هجومه كان مجلس حاكم الدار. ليتحول المكان من حولهم إلى نيران مختلطة من النيران الحمراء والزرقاء. وفي يد صابو خرجت نار سوداء أكثر سوادا من سواد هاكي، نار تحرق حتى الضوء، نار آتي من الهاوية نفسها. ينطلق صابو بكل قوته ولكمته تسبقه، لتبخر كلب العدالة قبل حتى أن تصل إليه لكمة صابو، وانطلق في اتجاه أكاينو ليعاد الزمن من جديد. واخترقت قبضة صابو صدر أكاينو لتقطع أكاينو أخيرا على الأرض. بعد كل ما عاناه في حياته سقط أكاينو أخيرا. أقوى شخص كان حاضر في تلك الساحة الضخمة، الشخص الذي أباد عشرات الآلاف من الأعداء بدون أن يعرف له أي شفن، الشخص الذي كرس نفسه للعدالة رغم كونها مشوهة، إلا أنه كرس نفسه وكينونته لها. سقطت الدمعة من عين أكاينو قائلا معها بصوت متقطع: أنا قادم يا والدي، يا أمي، يا أختي، يا إينو. آسف لأني لم أحميكم، آسف لأنكم متم أمامي بتلك الطريقة الموحشة، آسف لأني لم أقم بشيء، آسف. لتسقط تلك الدمعة على الأرض، ومعها مات أعظم أدميرال البحرية تحت صدمة وارتياح الجميع. أما في الجانب الآخر فكان صابو يتألم جسديا ونفسيا. نفسيا لأنه أخيرا أخذ انتقام الذي كان يحلم به، انتقامه لأخيه إيس. وجسديا لأن يده قد تبخرت تماما من هول قوة تلك النيران المشؤومة. رغم قوة هاكي تصلب صابو، إلا أنه لم يكن قوي كفاية لتحمل سخونة وقوة تلك النيران وتلك التقنية القوية. فسكن قائلا: أيها الوقت، رغم أنك كنت فقط جثة متحركة وكلك إصابات ولم تمتلك أي قوة، إلا أنك أخذت يدي معك. لسقط صابو على الأرض مغشيا عليه، ولم يبقى إلا نائبا ملك القراصنة المستقبلي، سانجي ضد كيزارو وزورو ضد ميهو. قتالا صعبة، وهي من ستقرر مسار هذه الحرب، فلم يبقى غيرهم قادر على القتال أصلا، فالجميع قد سقط بالفعل. إلى هنا أكون قد انهيت هذا الفصل. كما ترون حاولت في هذا الفصل إنهاء معركة الساحة والتركيز فقط على معركة سانجي وكيزارو وأيضا زورو وميهو. هاتين المعركتين أيضا ستنتهي في الفصل القادم،
وبعدها لا يبقى لنا إلا قتال عشيرة الدين المتمثلة في مونكي دي لوفي ومونكي دي غارب ومونكي دي دراغون كيوس دي باريون وأنل ضد عشيرة الشياطين المتمثلة في جيروسي وإيموراشي أو إيموساما. يعني في المجمل لم يبقى الكثير. هذا الفيديو نهاية كما قلت ساحة الحرب. الفيديو القادم سيكون نهاية قتال كيزارو وسانجي وزورو وميهوك. أما قتالات عشيرة الدي وعشيرة الشياطين فعلى الأكثر سأعطيها فصلين إلى 3 فصول، وبعدها سينتهي آرك الحرب الأخيرة أو الراغناروك. سأقدم كل ما لدي لتكون تلك الفصول الأخيرة هي أحسن فصول في كامل السلسلة. فلا تنسوا أخوكم عدنان من الدعم. كان معكم عدنان، في أمان الله.